انا اهو ماسك ملف انا اهو قاعد ماشي. انا اسمي من عند الجمعيه. شفتك اهوت في طريق الاستراد وماسك لي ملف في ايده عمر انا اهو اهو ماسك ملف في ايده اهو انا اهو خبيه اهو مفك وشه اهو اهو انا اهو ماسك ملف انا اهو قاعد يخبط العربيات اهوت يفك لها وهو ماشي. بس ايه ده بس ايه اهو اهو بيقول اهو مش همه حاجه برضه. انا اهو ماشي. انا اسمي شهاب ماشي. انا اسمي شهاب من عند الجمعيه. اسمه شهاب من عند الجمعيه. مفك اهو مفك اهو الاستاذ اللي حضراتكم شايفينه هو اللي صور شهاب اللي من جمعيه، اللي كان بيتكلم بكل روح قويه وبيقول انا شهاب من جمعيه مفيش حد يقدر عليا في الليله دي. وهو ده اللي حصل له، ان شهاب اللي عامل لي فيها فلوطه بقى ومفيش حد يقدر عليه، وقال اسمه وكمان عنوانه ويعني كل حاجه. اللي هو طلع من منطقه الدويقه، طلع واخد 2 حبس، اتحكم عليه. ايه اللي حصل له؟ الاستاذ اللي صوره، قبل ما اقول ايه اللي حصل له وايه التهم اللي كان موجهه له، الاستاذ اللي صور له بعد الحكم عليه كان زعلان جدا وفعلا حزين وبقى في مشاعر متضاربه. يعني عمال بيقول بعد الحكم اللي حصل الولد ده انه كمان بيلوم نفسه برغم انه اتهان واتهزق من الولد ده، وكان هيتم الاعتداء عليه لولا ان الناس حاشوا على طريق الاوتوستراد. فطبعا ايه اللي حصل؟ هو بيقول انا ما كنتش عارف هل انا السبب في اللي حصل له، هل كنت المفروض اصور الفيديو ولا كنت امشي واسيبه. عمال يقول حاجات كتيره ويلوم نفسه على اللي حصل للولد. طب ايه اللي حصل او ايه اللي عمل الولد ده؟ هو كانوا ماشيين على الطريق، وطبعا ده في عربيته ملاكي والتاني في عربيه توك توك، وما ادراكم ما سواقين عربيات التوك توك اللي بطالب ان انتوا يعني اللي هم بنسبة 99% ونص ويمكن أكتر دول بلطجية وقلالات الأدب وقمة في السفالة، وطبعا يعني وحرامية، إن هم دول يتشالوا. وفيهم ناس والله العظيم قمة في الأدب وفي الاحترام، بس دول شبه مش موجودين، يتعدوا كده على صوابع الإيد في يعني وسط ملايين. فإنما فعلا التوك توك ده أنا يا ريت يتشال ويتلغى. وده انا ممكن وانا ماشيه والله العظيم اتخبطت بتوك توك كده ويقول لي معلش اصل انا كنت بحود وانا ماشيه جنب الرصيف. يعني انا هعمل لكم ايه؟ هركب جناحات واطير؟ ايه اللي حصل عشان ما اطولش في الموضوع؟ طبعا هو ماشي، هو الاستاذ بيقول ان شهاب كان راكب التوك توك وماشي بقياده متهوره وبيمشي يمين وشمال، وانتوا عارفين طبعا هم بيسوقوا ازاي، ان يعني ايه احنا اللي هنمشي وما فيش حد بقى يمشي جنبينا، خافوا انتوا من نفسكم، احنا ابعدوا. فبيقول خبط العربيه. فلما نزلت طبعا، واحلى حاجه ان انتوا اي حاجه تحصل انزلوا وصوروا تمام عشان تضمنوا حقكم. نزل وصور، وبيقول ان هو لما صوروا هو ما كانش همه اي حاجه، ونزل وكان معاه يعني مفك جنبه، ده يعتبر سلاح ابيض. بيقول ان هو نزل وقال له انا مش يعني هو مش همه اي حاجه، وقال له اسمه وعنوانه وانت ما تقدرش تعمل له حاجه. والغريب انه ما بين كل شخارة ما بين كل شخير وشخير شخيرة ونص. فالولا يعني عمل معجزة ان الناس بتشخر وهي نايمة، هو الوحيد اللي شخر متواصل وهو صاحي، وده يدل على التربية. شهاب المصيبة اللي هو طفل عنده 15 سنة على فكرة. طبعا كان في أستاذ طلع وقال إن من ضمن التهم اللي موجهة ليه إن هو أظهر سلاح أبيض بدون مصوغات قانونية في الطريق العام، إن هو يعني مش اتمسك بيه، ده هو أظهره عن عمد في الطريق العام في فيديو، هو عارف إنه بيتصور. وبكده طب اكتملت التهم جنائيا، وان هو اثار زار الامنين في الطريق العام. والدكتور محمد طبعا عبد الجواد الاستاذ اللي صور الفيديو بيقول ان هو كان طبعا متهور جدا في سواقته، وكان يعني ماشي كده انه يمين وشمال، لان في ناس يقول لك لا ده هو ما بيشربش حتى كوبايه الشاي، ممكن يشرب حاجه تانية. فطبعا ده ممكن يحللوا له يعني وتبقى مصيبته مصيبتين. فبيقول ان هو خبط عربيته وعربيه لشخص تاني. فبيقول ان هو كان فيها العربيه التانيه دي كان فيها راجل وزوجته وبنته، فهو الراجل محبش يعمل مشاكل ففضل في العربيه، بس هو نزل من العربيه و التاني كان جوه العربيه عشان اسرته معاه، وشايفين شكل سواق التوك توك ده عامل ازاي. بس هو بقى ده الاستاذ محمد عبد الجواد نزل ومعاه صاحبه، فهو التاني على ده بيبرر له بقى، بيحسب ان هما نازلين يضربوه ولا حاجه.
فسحب تلقائي كده، مش ينزل يعتذر حاجة هتخلص، لا المفك كده انا شهاب من الجمعية وديها بقى يشخر يشخر يشخر. وطبعا وصور الفيديو، هو بيقول ان انا بعت الفيديو دوت لرقم هو كان بيحسبه لوزارة الداخلية، بس هو اكتشف بعد كده ان دي صفحة بتاخد الفيديوهات وبتبعتها لوزارة الداخلية وبيحققوا فيها. وطبعا دي حاجة كويسة جدا، لان في فيديوهات كتيرة جدا كان ممكن ناس هيضيع حقها لولا ان تم تصوير الفيديوهات ووصلت لوزارة الداخلية اللي حققوا في ناس كتيرة اتقبض عليهم، ومن ضمنهم شهاب اللي اتحكم عليه واخد سنين سجن. فيستاهل لان هو شايف نفسه يعني لا انا مش هاممني اي حاجه. وطبعا اتمنى ان كل اللي زيه يتاخدوا يلا بقى كده 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 كده، عشان محدش يقول اصل ده غلبان ده مش لا، ما هما جيرانه هيقولوا ايه؟ هيقولوا ده ان الشرير والشيطان عايش ما بيننا؟ لا، ما هيقولوا ايوه ده احسن ناس وما في زيه مش عارفه ايه، طبيعي. استاذ محمد عبد الجواد، حضرتك ما تلومش نفسك، انت عملت الصح. واتمنى اي حد يحصل له اي حاجه صوروا فورا، ما تخافوش، لان كده انتوا بتضمنوا حقكم وهيجيلكوا حقكم عن طريق اللي انتوا بتصوروه. سلام.